سرير من الحجر وما بيتعبش، أقلب بيض على كرتون وما يتحرقش، واشيل فيل بصباع واحد، وطفي النار بالنار. حلم ده ولا علم؟ علم، وعلمي جدا كمان، بس أغرب من الخيال ولا في الخيال. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. قبل الاكتشافات العلمية كان الإنسان يفسر كثيراً من الظواهر العلمية تفسيراً لا يخلو من الخرافة، بل كانت الخرافات هي الأساس الذي تفسر به تلك الظواهر. وقد خلق الله لنا الكون طبقاً لقواعد وقوانين طبيعية غاية في الدقة، وهو ما اعتمد عليه العلماء في أعظم اختراعاتهم، والتي كانت تعد من قبل ضرباً من ضروب الخيال. مستمعينا، هل يمكن أن نغلي الماء بالثلج؟ هل يمكن أن يصدق أحد هذا الكلام؟ إذا لم يكن باستطاعتنا أصلاً أن نغلي الماء بالماء، فكيف إذن سنغليه بالثلج؟ معاً في هذه الحلقة ومعنا المهندس حسن الزواوي ليشرح لنا كيف يمكن أن نغلي الماء بالثلج. قل لنا يا باشمهندس. طبعا هي ممكن تبدو في الأول أن الأمر ده غريب، لكن دعينا نجرب. سنأتي بزجاجة، يعني هنعمل تجربة عملية في استطاعة أي مستمع كريم أن يقوم بهذه التجربة. تفضل. سنأتي بزجاجة مياه تتحمل درجات الحرارة عند الغليان، ثم نضعها في حوض به ماء مالح مغلي، وعندما يغلي الماء داخل الزجاجة نرفعها من الماء المغلي ونسد فواتها بسدادة من الفلين. لا، طب واحدة، يعني الزجاجة هيكون فيها مية مغلية أساساً؟ لا، الزجاجة ستكون فيها مياه عادية، لكن ستوضع في حوض به ماء مغلي. نعم. فبالتالي ولماذا الملح في الماء؟ ليسرع بعملية الغليان ويخفض الضغط في الإزازة. طيب، الماء هيغلي داخل الزجاجة بفعل الماء المغلي خارج الزجاجة. تمام. ثم في هذه الحالة أسد فوات الإزازة بسدادة من الفلين، ثم أرفع الزجاجة من الحوض وأتركها إلى أن يقف الغليان، ثم نضع ماء مغلي مرة أخرى على الزجاجة. سنجد أن الماء لا يغلي بداخلها. المية اللي جوه الزجاجة مش هتغلي في الحالة دي، مش هتغلي. هي بطلت غليان، صب عليها مية مغلية مش هتغلي. نعم. هنجد الغريب ان احنا نجيب قطعة ثلج ونضعها على جدار الزجاجة، سنجد ان الزجاجة بدأ الماء بداخلها يغلي. نعم. بل لما حطينا لها مية مغلية ما غليش المية اللي جوه، لكن لما حطينا لها ثلج غليت المية اللي جوه. بالظبط. طيب، ايه السبب؟ ده امر مدهش طبعا. الحكايه كلها ان انا لما جيت اغلي الزجاجه في الاول ورفعتها من الحوض بتاع الماء المغلي، الهواء اللي فيها كله تسرب الى الخارج بفعل غليان الميه، وانا سديت الزجاجه عندما انتهى الغليان، فأصبحت هي بداخلها ماء فقط بدون هواء، فأصبح الضغط اللي موجود على سطح الماء أو السائل أقل ما يمكن، أقل بكتير من الضغط العادي. بالإضافة لوضع الثلج اللي أنا وضعته على جدار الزجاجة عمل تكثف لبخار المية اللي كان موجود داخل الزجاجة، فهذا البخار المية تحول إلى سائل أضيف إلى السائل الموجود داخل الزجاجة، وهو في ضغط منخفض جدا، فده عمل على غليان الماء. الفكرة تعتمد على أن تغيير الضغط داخل الزجاجة بفعل الثلج هو السبب في غليان الماء داخل الزجاجة. بالضبط. وهذا الأمر غريب. والأغرب كمان أنك تلاقي الماء ليس ساخنا، ماء يغلي وليس ساخنا. لأن بيغلي عن درجات حرارة أقل من درجات الحرارة المعروفة. نعم. وهذا الأمر الجديد. مستمعينا، وفي حلقة جديدة وفكرة جديدة ولا في الخيال. ولا في الخيال. نهى الرميسي، حسن الزواوي.